ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وجبه سهله وجميله جدا، اقتصاديه، وكمان وجبه كده تنفع فطار وتنفع غدا وتنفع عشاء. سهله جدا في تحضيرها، وكمان مكوناتها بسيطه ومتوفره عندنا في البيت. من بيضتين وبطاطستين بس هنحضر الوصفه الجميله جدا دي. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعض، ويا ريت نعمل لايك وشير للفيديو، واللي مشتركش في القناه معانا يشترك عشان القناه تكبر بيكم. عشان نحضر الوصفه دي انا جبت كده بطاطستين، وبدات كده ان انا اسلقهم. سلقتهم كده لغاية ما استووا معايا جدا، وهرستهم كده وهم سخنين عشان يكون سهلين معايا وانا بهرسهم كده بالهراسة، او بنهرسهم باي حاجة عندنا. جبت كمان كده بيضتين مسلوقين، وجبت المبشرة وهبدأ ابشر البيض بالشكل ده على البطاطس. هنبشرهم كده بشر ناعم بالشكل ده كده. جبت كمان كده نص كوباية من البقدونس وضفتها عليهم كده، وجبت كمان حوالي 3 بصلات من البصل الاخضر وخدت روس وقطعتها صغير كده. وطبعا ممكن نضيف اي بصل، سواء بصل ابيض او احمر المتوفر عندنا، بس البصل الاخضر بيعطي طعم حلو قوي مع الوصفه دي. ضفت كمان كده نص كوبايه من البقسماط، وضفت بقى ملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر، وكمان معلقه كده من البهارات المرقه الفوريه. المرقه دي بتعطي طعم حلو قوي مع البطاطس. كمان لو مش عندنا المرقه الفوريه دي نقدر ان احنا كده نجيب مكعب مرقه ونضيفه كده، بيعطي طعم حلو قوي. هبدأ بقى اخد المكونات دي وهعجنها مع بعضها كده كويس قوي لغاية ما يختلطوا مع بعض، وهبدأ ان انا اصبعها لصوابع بالشكل ده كده. تكون صابع متوسطة كده، مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، بالشكل ده كده. الوجبة دي سهلة وجميلة جدا، مكوناتها بسيطة، يعني بطاطستين وبيضتين هنعمل احلى وجبة، ومن غير بقى لحوم وفراخ، يعني جميلة جدا وتنفع في كل الاوقات، سواء فطار او غدا او عشاء. من اسهل الوجبات ومن احلى الوصفات اللي احنا ممكن نعملها. كمان مكوناتها سهلة جدا ومتوفرة عندنا. هنصبع بقى كل كمية البطاطس اللي معانا بالشكل ده كده، وهتكون معانا بالشكل ده. هنا بقى هنبدأ ان احنا نغطي البطاطس بكفر كده. جبت هنا بيضة وربع كوباية من الحليب ورشة من الملح ورشة من الفلفل، قلبتهم مع بعض كويس. وهنا جبت كوباية من البقسماط وضفت عليها معلقتين من النشا، عشان النشا كده بتعطي لون فاتح شوية للبقسماط، والبطاطس ما تاخدش معانا لون غامق كده في الزيت، وكمان بتخلي الزيت البطاطس ما تشربش زيت كده، كمان بتعطي لها قرمشة جميلة جدا. هنا بقى جبت البطاطس ونزلت كده بخليط البيض والحليب، وكمان طلعتها حطيتها في البقسماط والنشا بالشكل ده كده. هغلف بقى كل كمية البطاطس اللي معانا بالشكل ده كده عشان هنحمرها في الزيت. النشا جميلة جدا، بتعطي قرمشة حلوة، وبتحافظ كده ان البطاطس ما تشربش زيت، وكمان بتعطي لها لون فاتح كده مش لون غامق. لكن لو ضفنا البقسماط بس، اول ما هتنزل الزيت هتاخد لون غامق كده، وما هتكونش واخده اللون الذهبي اللي شفناه كده في اول الفيديو. هنا معايا كده كمية البطاطس بقت معايا بالشكل ده. هجيب بقى طاسة واحط فيها زيت كتير كده، وهسخنه وههدي النار، وابدأ انزل بصوابع البطاطس اللي معايا بالشكل ده كده. اول ما ننزل بالبطاطس كده نحاول ان احنا ما نقلبهاش، نسيبها حوالي دقيقه كده عشان ما تتهريش معانا في الزيت لحد ما تمسك نفسها كده، ونبدا ان احنا نقلبها. شايفين كده البطاطس معانا متماسكه وجميله جدا، واخده لون ذهبي وحلو قوي. هنبدا بقى كده ان احنا نطلعها على مناديل المطبخ عشان يمتص اي زيت زياده فيها بالشكل ده كده. وصفه جميله جدا وبسيطه ومكوناتها سهله وما خدتش وقت خالص. كمان البصل الاخضر مع المكونات عطى طعم حلو قوي، والبقدونس كده، وممكن كمان نضيف كزبره المتوفر عندك نقدر كده ان احنا نضيفه. كمان المرقه الفوريه مع البطاطس بتعطي طعم حلو قوي، او اي مرقه. هنا كده معايا البطاطس بعد ما حمرتها في الزيت، وبقت معايا جميله جدا كده، مقرمشه من بره وطريه جدا من جوه، مكوناتها جميله وطعمها حلو قوي وريحتها جميله جدا. سهله جدا وطعمها حلو قوي، مخدتش وقت خالص في تحضيرها. شايفين بقى البطاطس كريسبي ومقرمشه جدا من بره وطريه من جوه، وطعمها حلو قوي ولونها ذهبي وجميل جدا. سهله جدا في تحضيرها وطعمها جميل جدا. قدمها بقى كده مع اي صوص وحلو قوي،
يبقى اتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد.